أهلا بيكم. قصص القرآن مش مجرد حكايات بنسمعها، دي دروس بتعيش معانا وبتتجوز أي زمان ومكان. النهاردة هنعيش مع بعض قصة عجيبة جدا، قصة أصحاب السبت اللي بتورينا حقيقة النفس البشرية لما تتحط في أصعب اختبار. وعشان ندخل في القصة على طول، خلونا نبدأ بسؤال. تخيلوا كده لو أصعب امتحان لإيمانك هو نفسه أكبر إغراء ممكن يقابلك في حياتك، يا ترى ممكن نعمل إيه؟ طيب، عشان نفهم القصة صح لازم نرجع للأصل، للجزء الأول من الحكاية بتاعتنا، القرية والعهد اللي كان أساس حياة الناس هناك. الحكاية كلها حصلت في قرية كانت على البحر، عايش فيها مجموعة من بني إسرائيل. والقرآن الكريم على فكرة ما قالش اسم القرية دي إيه، وده مقصود عشان العبرة تبقى في القصة نفسها مش في تفاصيل المكان. أهل القرية دول كان عندهم عهد مع ربنا واضح وصريح. يوم السبت ده يوم مقدس، يوم للراحة والعبادة بس، ممنوع فيه أي شغل، وخصوصا الصيد اللي هو أصلا كان مصدر رزقهم الأساسي. يعني اليوم ده كله لربنا وبس. بس هنا بقى بيبدأ الاختبار الحقيقي. الإيمان بتاع أهل القرية دي كله هيتحط على المحك في امتحان صعب جدا. تخيلوا بس معايا صعوبة الاختبار ده. طول أيام الأسبوع الصيادين ينزلوا البحر ويرجعوا تقريباً بإيديهم فاضية، لكن يوم السبت بالذات، اليوم اللي الصيد فيه حرام، كانت الحيتان والسمك بتظهر على وش المية كتير جدا وقريبة وسهلة، كأنها بتقول لهم تعالوا خدوني. إغراء رهيب صراحة. طبعا اختبار زي ده مش هيعدي بسهولة. الفتنة دي عملت زي زلزال هز القرية كلها وقسمت أهلها، وهنا بالظبط بتبدأ أحداث القصة توصل للذروة. أهل القرية انقسموا، ما كانوش فريقين بس، لأ دول كانوا 3 فرق، كل فرقة كان ليها رأي وتصرف مختلف تماماً عن التانية. الفريق الأول ودول اللي عصوا ربنا فكروا في حيلة عشان يلفوا ويدوروا على الأمر. الفريق التاني ودول المؤمنين فضلوا ثابتين على العهد وكانوا بينصحوا وبيحذروا الفريق الأول. أما بقى الفريق التالت فدول عانوا السلبيين، هم ما عصوش ربنا بس في نفس الوقت سكتوا، لا اتكلموا ولا نصحوا. طب إيه بقى كانت الحيلة اللي عملوها؟ بصوا على التفكير. كانوا بيجوا يوم الجمعة بالليل ينصبوا الشباك والحفر بتاعتهم، ويوم السبت السمك الكتير يجي ويقع في الفخ ده، وبعدين يستنوا اليوم الحد ويروحوا يلموا كل السمك ده، وهم بيقولوا إحنا كده ما اصطدناش يوم السبت. كانوا بيتحايلوا على ربنا. الفريق السلبي اللي كان ساكت راح للفريق المؤمن وقال لهم بتنصحوا ناس ليه؟ ربنا كده كده هيهلكهم. لكن شوفوا الرد بتاعهم كان فيه حكمة كبيرة ازاي. قالوا انهم بينصحوا لسببين. اولا عشان يبقى ليهم عذر قدام ربنا ويقولوا يا رب احنا عملنا اللي علينا، والسبب التاني كان عندهم امل يمكن العصاة دول يفوقوا يرجعوا ربنا ويخافوا من عقابه. ودلوقتي نيجي للحظة الحاسمة. لكل اختيار بيكون فيه نتيجة، ولكل فعل رد فعل. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في الآخر وإزاي كانت نهاية كل فريق من ال3. النتيجة كانت واضحة وصريحة. العصاة اللي اتحايلوا على أمر ربنا كان ليهم عقاب شديد، والمؤمنين اللي فضلوا ينصحوا ويأمروا بالمعروف ربنا نجاهم. أما الفريق السلبي اللي اختار السكوت فمصيرهم فضل غامض، وفي الغموض ده نفسه في درس كبير قوي. ولما العصاة فضلوا في عنادهم وتكبرهم ومسمعوش لأي نصيحة، جه الأمر الإلهي الحاسم والمخيف في كلمة واحدة: كونوا قردة خاسئين. العقاب ما كانش مجرد إن شكلهم اتغير وخلاص، لأ، ده كان عذاب نفسي مهين. هم تحولوا لقردة، لكن بيفهموا وعارفين أهلهم وقرايبهم. يعني كانوا بيشوفوا أهلهم وهم في الهيئة الجديدة دي ومش قادرين يتكلموا. تخيلوا بس مدى الألم وهم بيبكوا قدامهم قبل ما يهلكوا كلهم. القصة دي بكل تفاصيلها مش مجرد حكاية من زمان وخلاص. الدروس اللي فيها دي كأنها بتتكلم عن واقعنا النهاردة، ومحتاجين نسمعها ونفهمها كويس قوي. لو حبينا نلخص الدروس دي في نقط فهم 3. أولاً، إن أخطر حاجة إن الواحد يخدع نفسه ويتحايل على أوامر ربنا. ثانياً، إن الإيجابية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده صمام أمان للمجتمع كله. وأخيراً، إن السكوت على الغلط نتيجته وحشة، ممكن توصل للهلاك أو على الأقل إن الشخص يتنسي كأنه ما جاش الدنيا أصلاً. وفي الآخر القصة دي بتسيبنا كلنا قصاد سؤال واحد مهم وصريح. في دنيتنا اللي عايشينها دلوقتي وفي المواقف اللي بتحصل حوالينا، يا ترى إحنا بنختار نكون مين في ال3 فرق دول؟